زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هنا تتزلزل المواقف وتضيع الأصوات بين الضجيج، يبقى الصدق وحده واضحا. هنا تحت ثرى الشام يرقد رجل عرف الحق فلم يغادر، ودفع ثمن ذلك عمرا ودما. إنه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. كان عمار من أوائل من أسلم ومن أشدهم بلاء. عذب هو وأبواه في رمضاء مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فثبت عمار وسقط جسمه تعبا، ولكن قلبه لم يسقط قط. ولم يكن ثبات عمار مقتصرا على الأذى، بل ظهر أشد ما يكون عند الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية. متفق عليه. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. فلما جاءت المحنة لم يلتبس الأمر على عمار، فكان مع الحق حيث كان. قال الإمام النووي: هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدق عمار وصدق موقفه، صدق لا تهزه السنون. كان عمار صادقا مع الله، لا يجامل ولا يبيع دينه لسلطان أو هوى. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار مليء إيمانا إلى مشاجه، فكان إيمانه يظهر في موقفه وفي كلمته وفي موته. فكانت وفاته شهادة صدق في معركة صفين سنة 37 للهجرة. سقط عمار شهيدا وهو ابن 99 سنة. مات وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، وبقي دمه علامة في التاريخ تقول: إن الثبات على الحق قد يكون أثقل من السيف، ولكنه أشرف من الحياة نفسها. هنا تحت ثرى الشام يرقد عمار شاهدا أن الصدق لا يموت وإن مات أهله. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.